أهلا بيكم. أنا طلبت أشوفكم علشان نتكلم في وضع أحمد. طمنينا، أحمد أخباره إيه؟ نقلناه امبارح لمستشفى المعادي. وإزاي حالته دلوقتي؟ الدكتور بيقول خطيرة. الحالة خطيرة فعلا. بيصحى شوية وبعدين بيروح في غيبوبة. عنده شلل خفيف في الذراع اليمنى والرجل اليمنى. ومش ممكن تنقذه بعملية جراحية مثلا؟ في جراح في فرنسا ممكن يعمل الجراحة دي، لكن المجازفة هتكون كبيرة. هيحتاج الأمر لاستئصال جزء كبير من المخ، ولو نجحت الجراحة هيبقى بعدها واحد تاني. ممكن يرجع طفل، وجايز يفقد الذاكرة، وجايز يفقد شخصيته تماما. وهو رأيه إيه؟ هو رافض أي تدخل جراحي، بيعتبر المسألة انتهت ومش عاوز حد يزوره أو يخش عليه. يقول سيبوني لوحدي مع ربنا، كلموني يكلمني. أنا عمري ما تعرفت عليه، وعمري ما ركعت له ولا صليت له ولا استسمحته. دي فرصتي الوحيدة في إني أحبه ويحبني، وأرضى بحكمه ويرضى بعيوبي. وعمل إيه يا أستاذ مطر لما رحت له النهاردة علشان الوصية؟ حقيقة رفض يقابلني وقال اللي عنده كله. وبعدين؟ المشكلة إني اكتشفت إن الشريك مزيف كل الدفاتر، مزيف كل الحسابات، ولو ما حصلش تدخل نيابي وقضائي في حياة أحمد تطلع ثروته مدينة، والضرايب هتاكلها وهتطلع كلكم ملط. والعمل ايه؟ لابد من تحقيق فوري، كتابة محضر اتهام موقع عليه من أحمد قبل ما يفوت الأوان، وطبعا لابد من شهادته قدام القاضي. وأنت مستني إيه؟ ورافض يقابلني، ورافض يقابل أي حد. حالته تعبانة، ما تسمحش بأي مساءلة، كل شوية بتتدهور أكتر. بعد ساعات الموقف هيفلت من إيدينا نهائي. والعمل ايه؟ لازم نعمل حاجة. دينا ورؤوف لازم يروحوا له، دول اولاده ومش معقول هيرفض يقابلهم. لازم يروحوا ويحطوه قدام الموقف كله. ما افتكرش هيقدروا يعملوا حاجة. يبقى ما فيش إلا حل واحد، إيه؟ إنه يتشال غصب عنه في الطيارة لباريس وتتعمل له العملية. إزاي هيتشال بدون إرادته؟ لانه في الوضع الحالي ملوش اراده، لانه ما عندوش المخ اللي بيكون بيه رأي سليم. ايه رأيك يا دكتور؟ فعلا هو دلوقتي ما عندوش الحاجة اللي اسمها إرادة حرة، ولا المخ اللي يكون بيه رأي سليم. لكن هل أنتم متأكدين إنه هيرجع بعد العملية زي ما كان؟ متأكدين إنه هيرجع أحمد الشهاوي المقاول الناجح العبقري؟ المستقبل كله علامة استفهام. ممكن يرجع صديق، ممكن يرجع عدو، ممكن يرجع راشد، ممكن يرجع طفل، ممكن يفقد الذاكرة، ممكن يفقد النطق، وممكن يبقى الحصول على شهادة منه أمر مستحيل، وممكن يرجع مشلول ويقضي بقية عمره على كرسي أو طريح الفراش، عالة على نفسه وعليكم، وممكن ما يرجعش خالص. على أي حال في واحد في الألف أمل، إنما لو سيبنا الموضوع يبقى ضعنا كلنا. انت ايه رأيك يا فؤاد؟ انا مش عارف اقول ايه ومش قادر اختار. وايه رأيك يا أستاذ مطر؟ حقيقة الموقف دقيق جدا، وجميع البدائل اللي قدامنا خطيرة. من حق المريض برغم كل شيء إنه يبقى له رأي، لأنه في النهاية هو اللي هيرجع مشلول، هو اللي هيرجع بعاهة. احنا محدش فينا هيجازف بشيء، احنا كلنا دلوقتي بنجازف بواحد تاني، كلنا بنختار وواحد غيرنا هيدفع تمن الاختيار ده. شلل وعمى وموت وفقدان للذاكرة وفقد للمستقبل. أبدا مش صحيح. إحنا لو سكتنا هنجذب بكل شيء. الضرايب هتحجز على البيت والأرض والأسهم والسندات، والشريك هياخد كل شيء بالنصب والتزوير، وهنطلع كلنا شحاتين. في مجازفة أشنع من كده؟ فعلا شيء فظيع فظيع. انت هتجازفي بفلوسك وهو هيجازف برقبته، فرق كبير جدا. أبدا، نفس الشيء. فلوسي هي حياتي، هي قيمتي، هي بيتي، هي ضيوفي، هي جمالي، هي رقبتي، هي كل شيء. لو بقيت شحاتة كل شيء هيتغير، حتى شكلي في عيون الناس. انت مش عارف الدنيا شكلها ايه، ولا الناس شكلهم ايه. احنا في غابة. صحيح، لابد من عمل، لابد من الاختيار.
وعدم الاختيار هو أسوأ اختيار، والسكوت حكم أسوأ من كل حكم. مش ممكن نقعد ساكتين كده. أنا مش قادر أفكر، أنا مش قادر أفكر. جانيت، الدنيا بتضلم في عيني، أنا مش شايف. أنا بقيت زيك مش شايف. تعالي قربي مني، تعالي فين إيديكي. فعلا الضلمة مريحة، ما فيهاش عيون ولا وجوه ولا ملامح، ما فيهاش أي شيء غير لمسة إيديكي. الله، لمسة إيديكي حلوة، فيها الحنان والصداقة والإخوة والوفاء اللي عمري ما عرفته. لكن الدكتور بيقول لي إنه ممكن أفقد اللمس كمان، وأفقد الحركة وأفقد السمع. هو بيديني مورفين دايما، كتر خيره. مش هحس بحاجة، هموت عضو عضو في سكون. جانيت، أنا صليت امبارح وقلت لربنا أنا بحبك وراضي بحكمك يا ربي، وابتهلت له إنه يحبني ويرضى بعيوبي. وحسيت بعد الصلاة إن نفسي شفت أوي أوي يا جانيت، وإني اتولدت من جديد. حبيبي حبيبي، ما تقولش كده، ما تقولش كده. انت هتخاف وهتعيش. أنا مش عاوز أعيش، مش عاوز أفتح عيني تاني وأشوف الكذب والنفاق. شبعت تمثيل في الحفلة التنكرية الكبيرة اللي اسمها الدنيا. انتهى الكرنفال وقلعت القناع، مش عاوز حد يرجعني تاني. خدني معاك طيب. انت معايا دايما يا جانيت. مش هقدر اعيش لحظة بعدك يا احمد.